كل الجسور الواقعة على طريق كركوك بغداد هو من الجسور المهمة يجب صيانتها، لأنه يعني الجسر من المنشآت المهمة الرابطة، وخاصة عندما تكون على أحواض الأنهر. فبالتالي هو وخاصة جسر داقوق هو أطول الجسور، وكان بممرين، ممر قديم وممر جديد. الممر القديم أنشأ بالستينات الذي تضرر العام، وبعد تضرره بشكل كامل نتيجة الانجرافات الحاصلة في الأسس وركائز الممر القديم نتيجة السيول العالية، وكذلك وجود تجاوزات على حوض النهر من قبل المقالع. فبالتالي يعني حصل يعني تقييم للوضع وقدوم فريق عمل من دائرة الطرق والجسور برئاسة معاون مدير العام وفريق مختص بالجسور. تم تقييم الوضع وتم تهيئة أوراق التأهيل والإعمار، وتم رفعها إلى وزارة التخطيط لغرض الإدراج، وتم الإدراج والإعلان عنه مؤخرا، والله الحمد سوف يتم الإحالة قريبا والمباشرة به بعد انتهاء موسم السيول والأمطار في الشهر الرابع أو ما بعد الرابع إن شاء الله، وعلى أمل إنجازها قبل موسم الشتاء المقبل. أما بالنسبة للممر الجديد هو ممر مستقر لحد الآن رغم وجود بعض الانجرافات في أسسها، ولكن تحسبا لأي خلل يعني لا سمح الله وانقطاع الطريق بشكل نهائي، تم منع الشاحنات الكبيرة التي تفوق حمولتها أكثر من 20 طن من المرور عليها في الوقت الحاضر. الممر القديم طبعا يعني حسب ما معلن يعني في دائرة الطرق والجسور بحدود 5 مليارات، لأن هنالك أكثر من 6 فضاءات متضررة تضرر. يعني نحن نحسب كل يعني تضرر، أي تضرر خفي يعني تضرر جزئي أو تضرر كلي فهو يدخل ضمن أعمال الصيانة، لأن لا يمكن ترك حتى الأجزاء البسيطة المتضررة إلا أن يتم. أما الممر الجديد هو ضمن أعمال الصيانة مشمولة بصيانة طريق كركوك بغداد. كل الجسور الواقعة على طريق كركوك بغداد بالممرين ذهابا وإيابا مشمولة بالصيانة، ومنها الممر الجديد لجسر داقوق.